في رواية قواعد العشق الأربعون، تحس إن إليف شفق حطت كل روحها وإحساسها وفكرها في الرواية دي. وإن أنا بشكل شخصي الرواية دي أثرت فيا جدا، يمكن عشان أول ما قرأتها كنت مثلا في عمر البطلة اللي هي إلا، اللي هو عمر الأربعين. وإزاي إن هي العمر ده مهم جدا، رقم 40 عموما مهم قوي في في الثقافة اللي هي زي الصوفية، بيهتموا قوي بالأربعين. احنا حتى عندنا بنعمل 40 للمتوفي. عندنا عمر الأربعين الإنسان بيوصل فيه للنضج، يبدأ إن هو يراجع بقى كل إنجازاته وكل حياته ويقف هنا يعمل ستوب. في القرآن الكريم كمان إن عمر الأربعين هو العمر إن الإنسان مفروض بقى يبدأ يشكر نعمة ربنا، ويبدأ يعني إيه يراجع حياته، لأن اللي فات أكتر من اللي عاشه. فأثرت فيا جدا لما قرأتها، وعجبتني جدا لدرجة إن أنا قرأتها أكتر من مرة باللغة العربية وباللغة الإنجليزية. واعتقد ان اي حد هيقرأ الرواية دي هيلاقي فيها حاجة منه، لان هي عموما يعني فيها كده رحلة الانسان لما بيبدأ ان هو يتغير ويكتشف نفسه ويكتشف العالم حواليه، يكتشف جوهر علاقته بكل حاجة، جوهر علاقته بنفسه، جوهر علاقته بربنا. بيبدأ كده يعمل وقفة مع كل حاجة. فأنا يعني اخترت الرواية يمكن لأنها أثرت فيا، وأتمنى إن أي حد يعني كان له تجربة مع الرواية يحكيها لنا. ليه رواية قواعد العشق الأربعون مشهورة قوي كده وواخدة يعني تأثير كبير على الناس؟ أولا زي ما قلت لأن هي رحلة روحية عميقة جدا. البناء بتاعها بيمشي في خطين زمنيين مختلفين مع بعض بالتوازي. في قصة بتمشي في القرن ال21 اللي هي قصة إلا اللي هي البطلة، وقصة بتحصل في القرن ال13 اللي هي علاقة رومي الشاعر الصوفي اللي هو جلال الدين الرومي وشمس التبريزي، وازاي يتقابلوا وازاي غير حياتهم. التوازي بين القصتين رغم ان في اكتر من 7 قرون فرق، احنا القرن ال21 والقصة التاريخية في القرن ال13، لكن هتحس بشكل ما ان في تشابه او ترابط بين الفترتين التاريخيتين. نفسها صرحت في اكتر من لقاء ان هي اختارت القرن ال13 تحديدا بشكل مقصود مش بشكل عشوائي، لانه كان قرن، يعني الفترة دي كان عصر تحولات كبيرة جدا، عسكرية وسياسية وقيام امبراطوريات وسقوط امبراطوريات تانية. كان موجة العنف والتطرف كانت قوية جدا، وفي نفس الوقت كانت موجة التصوف والاتجاه للتسامح وللتقبل الآخر كانت كمان عالية جدا. عشان كده هي بتقول إن القرن ال13 ده بكل صراعاته وبكل مشاكله يشبه عصرنا الحالي برضو اللي مليان صراعات وحروب. وإن هي هنا بتسأل ليه لا، إذا كان في القرن ال13 لقوا الحل في الاتجاه الاتجاه الروحي وللتسامح ولتقبل الاختلاف اللي موجود جوه الصوفية، ان يبقى حل ان احنا دلوقتي يبقى عندنا القدرة احنا كمان على نتقبل الآخر، نتقبل الاختلافات، نعطي مساحة أكبر للتسامح. الكاتبة كانت بتقصد هنا إن العصر اللي مليان صراعات وتحولات وإرهاب هو نفس العصر اللي كان محتاج ظهور شخصيات زي جلال الدين الرومي وشمس التبريزي عشان يورونا الجانب التاني من الإنسان، الجانب الروحي اللي قادر يسامح ويتقبل اختلافات الآخر. إن الكاتبة بتقول إن هي شايفة إن الفوضى اللي بنعيشها في العصر الحالي بتاعنا شبه جدا الفوضى والتطرف اللي كانت موجودة في القرن ال13، وإن زي ما قدروا يحلوا ده بالتسامح وبالتعالي وبالحب الإلهي، ليه إحنا كمان ما نكونش قادرين نعمل ده دلوقتي؟ ورجعنا للقصة الأولى وهي قصة إلا روبنشتاين. هي ربة بيت أمريكية عايشة حياة تقليدية جدا، منظمة، روتينية، تقدر تقول حياة مملة يعني لزوجة في الأربعين. وكانت القصة بادئة في عيد ميلادها الأربعين وعندها أولاد وكبروا، وإزاي بدأت هي في الوقت ده تحس إن لو حتى في القصة بتقول طب
لو انا بعد ما مت وهيعملوا لي نعي هيقولوا في ايه؟ يعني هيقولوا ان هي ست عاشت وماتت ما عملتش اي حاجه. فبدات تقف وتراجع نفسها. في التوقيت ده قررت ان هي تتواصل مع دار نشر، يعني وطلبوا منها ان هي تراجع آه، روايه اسمها الكفر الحلو، بتتكلم عن جلال الدين الرومي وشمس التبريزي. من اللحظه اللي إلا روبنشتاين الامريكيه اللي عايشه في القرن ال21 قرأت فيه عن أفكار الصوفية، عن علاقة شمس التبريزي وجلال الدين الرومي، حياتها اتغيرت تماما. في الخط الزمني الثاني عندنا اللقاء بين جلال الدين الرومي اللي هو اللي هو كان في الوقت ده عالم دين تقليدي جدا، ماشي كما يقول الكتاب، وبرضو بيأدي كل حاجة بشكل روتيني. لما قابل شمس التبريزي اللي هو الشيخ بقى المتصوف الجوال اللي اكتشف الحياة عبر التجول وعبر الاحتكاك بالبشر، مش عبر الكتب زي جلال الدين الرومي. وازاي بقى بينقله ده، بيعلمه ان يتنقل من شخص كل خبراته من الكتب ومن التعليم، لا، من الحياة نفسها. ويتنقل ويتحول بعد كده جلال الدين الرومي من مجرد عالم دين عادي جدا إلى أشهر شاعر للصوفية، واللي ما زالت مقولاته وأفكاره حتى الآن يعني واخدة شكل عالمي، مش مرتبطة بدين معين أو باتجاه. هنا الربط بيربط بين إلا اللي حياتها اتحولت تماما لما قابلت عزيز وقرأت عن الرومي، وبين الرومي نفسه ازاي اتغير لما قابل شمس. شمس تبريزي وجلال الدين الرومي بيقعدوا في خلوة مع بعض لمدة 40 يوم، وبيخرجوا لنا بعد كده بالقواعد الأربعون للعشق. مش مقصود هنا العشق العادي، لا، ده العشق الإلهي، بيعبر عن رحلة الإنسان جدا. وهتلاقي في الكتاب قواعد كتيرة جدا جميلة، أنا ممكن أختار بس بعضها وتقدروا أنتوا بقى تكملوا الباقي. من القواعد الحلوة جدا في الكتاب أن بتقول: الطريقة التي نرى بها الله هي انعكاس للطريقة التي نرى بها أنفسنا. الطريق إلى الحقيقة يمر بالقلب وليس بالرأس. لا تحاول أن تقاوم التغيير لأنه الطريق الوحيد للنمو. شفق كتبت رواية عن العشق الإلهي، ولكن هي في الحقيقة كتبت عننا كلنا، عن الإنسان اللي بيبحث دايما عن معنى، عن الإنسان اللي بيبحث عن الحرية، عن التحرر من الخوف بكل أشكاله، وعن أعظم رحلة الإنسان ممكن يخوضها، وهي رحلة للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. يعني لو القصة عجبتك تقدر تشاركنا بأي حاجة من القواعد اللي شدتك من قواعد العشق. ولو الحلقة عجبتكم أتمنى تعملوا لايك وكومنت وسبسكرايب وتشتركوا في القناة، وأشوفكم على خير.